تعالوا بقى النهاردة اما نعمل بسكوت العسل الاسود. بجد بسكوتة حلوة جدا، طعمها حلو قوي. شايفين البسكوتة عاملة ازاي؟ ما خدش مني وقت خالص في العمايل، واهم حاجة انه عجب بناتي جدا. شايفين حلو قوي. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مرة تشوفوني انا غاية، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، واتمنى تشاركوا الفيديو مع اصحابكم عشان يوصل لاكبر عدد ممكن. ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالوا نشوف عملنا البسكوت الجميل ده ازاي. انا عندي كوباية عسل اسود. الكوباية اللي بعاير بيها العسل هي اللي بعاير بيها كل المقدار عندي. بعد كده عندي بيضة بدرجة حرارة الغرفة، هحطها كده، وهحط عليها رشة فانيلا حوالي ربع معلقة. بعد كده عندي نص كوباية زبدة او سمنة، واقلب كده مع بعض لحد ما الخليط يتجانس كله مع بعضه ويبقى عندي بالشكل ده كده. بعد كده عندي 3 كوبايات دقيق، وانا نخلة دقيق كويس، هضيفه بالشكل ده، وهسيب حوالي ربع كوباية هشوف هحتاجها ولا لأ. وهحط رشة ملح، ربع معلقة بيكنج باودر، واقلب كده مع بعضه. طبعا نوع الدقيق بيختلف من نوع لنوع، فممكن تحتاجي 3 كوبايات كلهم، او ممكن تحتاجي على ال3 كوبايات معلقتين او معلقة على حسب نوع الدقيق بتاعك. هقلب كده الخليط مع بعضه. انا لقيت الخليط محتاج معايا لسه الدقيق، اهو لسه سايب كده، فانا ضفت باقي الدقيق. هقلبه مع بعض كده. بعد كده بقى هقلبه بايدي عشان ابقى متحكمة اكتر. شايفين هو مسك اهوت، وباجي اكورها كده بلاقيها كويسة. انا هعمله كور كده بالشكل ده، وعندي صينية دهنها دهنة زيت بسيطة، هبتدي اكور واحط فيها. وطبعا الفرن شغال على درجة حرارة 180. طبعا لو انتوا حابين البسكوتة اصغر او اكبر براحتكم، تقدروا تعملوها الحجم اللي انتوا عايزينه. هكور كده كل كمية البسكوت معايا بالشكل ده. شايفين العجينة البسكوت عاملة ازاي؟ كانت مظبوطة جدا. بعد كده رصيتهم في الصينية، هبتدي اعملهم بالشوكة كده عشان اعمل ليهم شكل، ودي اسهل طريقة لتشكيل البسكوت بالشكل ده كده. بعد كده هدخلهم الفرن على الرف الوسطاني، واما يحمر من تحت اعرف كده ان البسكوت خلاص. ما بفتحش عليه الشواية خالص، هو بيبقى احمر من فوق. شايفين هو كده بعد ما طلع من الفرن عشان كان لسه سخن جدا، فمتهيأ لكم ان هو لونه فاتح، بس اما يبرد شايفين لونه اتغير ازاي، بقى لونه كده. شايفين البسكوتة طالعة عاملة ازاي، زي ما هي اكنها ما دخلتش الفرن، ما فرشتش مني، ما شققتش، ما علامة الشوكة زي ما هي بالظبط. معنى كده ان البسكوتة ناجحة حلوة قوي. بتسيبوه يبرد تماما، ما بتشيلوهوش من الصينية لما يبرد خالص، لان هو بيبقى طري جدا اول ما بيطلع من الفرن، وزي ما شفتوه بيبقى لونه فاتح، وبعد كده هو بياخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. يعني مادام احمر من تحت يبقى هو استوى خلاص. البسكوت اول ما بيطلع من الفرن بيبقى طري جدا، ما تحاولوش تشيلوه من الصينيه خالص الا بعدها بشويه. وكمان هو بيبقى طري من جوه كده، بس لو انتوا حابين تسيبوه طري غطوه بحاجه. لو انتوا حابينه ينشف سيبوه مكشوف شويه كده، ما تغطوهوش، وهتلاقوه نشف معاكم خالص تماما. شايفين البسكوته ما شاء الله حلوه قوي، مش مشققه، طالعه زي ما هي.
بجد طعمه حلو جدا. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، ما تنسونيش بكومنت حلو منكم، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. اشوفكم على خير.